لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي، وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيق شيكسينج بدل ما يقولوا سيكسينج فبيقولوا شيكسينج. تطبيق محمله مليون مستخدم، حجمه 56 ميجا، تقييماته 4.4 من 10، 12 ألف واحد بيتكلم عن التطبيق. تطبيق شيكسينج تطبيق معاهدة، تقدر تكلم بنات. أول ما تخش على التطبيق طبعا بتجيلك مكالمة وهمية وهي مكالمة مسجلة، إن أنت تفتح فيديو وتكلم البنت ديت. وطبعا أول ما تفتح الفيديو وتكلم البنت بقى لابسة قميص نوم، لابسة أيا كان، أنت بتفتح الفيديو، هي مجرد 10 ثواني 15 ثانية. وبعد كده لو عايز تكمل المكالمة تقدر تشترك على تطبيق. في المصيبة السوداء اللي بتحصل لك يا معلم، ان انت لما بتفتح الفيديو بتبقى قاعد مش محترم، لابس او مش لابس قالع خالص. المهم ان الفيديو دوت متسجل على التطبيق، وايه، ويبتدي بعد كده يبتزك وياخدوا منك فلوس كتير جدا عشان انت دخلت على التطبيق وتسجلت لك مكالمة. طبعا لو انت الكلام ده يحصل امتى؟ لو انت ما اشتركتش في التطبيق. طبعا لما تشترك في التطبيق وتدفع فلوس بقى، فانت كده عميل مفيد بالنسبة لنا او يوزر مستخدم كويس بالنسبة لنا، فاحنا بنسيبك تبقى على التطبيق، تتعرف، تتكلم، تشوف دي تشوف دي تشوف دي. طبعا تطبيق زي دوت ممكن تبقى مشغلاه واحدة ست بس، ممكن تشغلها 2 ستات، ممكن يبقى مفيهوش ستات خالص، وواحد اللي مشغله واخد فيديوهات من على موقع هنا على موقع هنا على موقع هنا مركب عليها صوت. الموضوع انتهى بالنسبة لك انت كده، بالنسبة لك توب التوب، وبتتكلم وفرحان بنفسك ان انت بس. حتى المحادثة ممكن تبقى ولد بيكلمك، ممكن يبقى ذكاء اصطناعي بيتكلم معاك، لكن حقيقي بنت زي دي قاعدة وفاضية وما بتعملش حاجة وصاحب التطبيق هو اللي بيكسب من وراها، ما بيحصلش. طبعا بخلاف ان بقى لو في اي بنت دخلت على التطبيق دوت عشان هي عايزة تعمل فلوس، فلازم بتتفق مع صاحب التطبيق عشان تقدر بقى ايه، تعمل بس من الساعة كذا للساعة كذا، تعمل يعني ايه شغل وكده، عشان التطبيق يجيب فلوس، عشان يبقى فيه حقيقي ناس حقيقيين في التطبيق. لكن اغلب البنات اللي بتخش يعني لو دخلت بتبقى بنات شمال، لكن الاغلب والاعم في اللي بيخشوا هم الرجالة، يخش عشان يكلم دي يكلم دي يكلم دي، لكن حد بيتكلم حد فعلا لا. المصيبة السوداء انك بتتاخد بياناتك وبتتاخد جهات الاتصال بتاعتك، بتتصور فيديو بيتعمل فيك الجلاشة وانت متعرفش اي حاجة. لو ما كنتش اعرف اي حاجة عن التطبيق قبل كده واول مرة تعرفها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واكتب لنا تجربتك في التطبيق من تحت الفيديو عشان اثبت تعليقك، عشان كله يستفيد من طريقتك، من تجربتك اللي فايتة مع زفت التطبيقات دي.